أنا ياسمين. يلا نبدأ الحدوتة. كان يا مكان في حديقة جميلة مليانة ورد وأشجار. كانت عايشة أرنبة صغيرة اسمها سوسو. كانت سوسو بتحب اللعب والجري، وأقرب صاحبة ليها كانت قطة لطيفة اسمها ليلي. في يوم سوسو قالت لليلي: تعالي نلعب كورة هنا في الحديقة. ولعبوا وجريوا وكانوا مبسوطين جداً. وفجأة سوسو ضربت الكورة جامد. طاخ! الكورة راحت خبطت في شباك بيت صغير في الحديقة واتكسر الإزاز. سوسو وقفت مكانها واتخضت جدا وقالت: ياه، أنا عملت إيه ده؟ وبعدين بصت لليلي وقالت بسرعة: بصي يا ليلي، محدش يعرف، ده سر بينا، وما تقوليش لمامتك خالص. ليلي سكتت شوية، بس كانت حاسة إن في حاجة غلط. سوسو طول اليوم كانت قلقانة، كل شوية تبص حوالينها وخايفة حد يكون شافها. حتى لما راحت تاكل الجزر بتاعها ما كانتش مبسوطة زي كل مرة. وفي الليل فضلت تفكر: هو أنا كده صح؟ طب لو صاحب البيت زعل؟ تاني يوم شافت قطة كبيرة، ماما ليلي، واقفة بتتكلم مع باقي الحيوانات وبتقول: مين اللي كسر الشباك؟ لازم نعرف عشان نصلحه. قلب سوسو دق بسرعة وحست إنها مش مرتاحة خالص. راحت لليلي وقالت لها بصوت واطي: أنا خايفة أقول. ليلي ردت عليها: أنا كمان كنت خايفة، بس ماما دايما بتقول إن الصدق أهم من أي سر. بعد تفكير شوية سوسو خدت نفس عميق وراحت لماما القطة وقالت: أنا أنا اللي كسرت الشباك، أنا أسفة. ماما القطة بصت لها بهدوء وقالت: أنا زعلانة من اللي حصل، بس مبسوطة إنك قلتي الحقيقة. وبعد كده راحت سوسو مع ليلي واعتذروا لصاحب البيت، وساعدوا في تنظيف الإزاز وتصليح الشباك. وفي الآخر سوسو ابتسمت وقالت: أنا كنت فاكرة إن السر هيحميني، بس الصراحة هي اللي ريحتني. ومن يومها اتعلمت سوسو درس مهم: أي سر فيه غلط ما ينفعش نخبيه، خصوصا عن ماما. تصبحوا على خير يا حلوين.